مساء السعادة وخلي السعادة عادة. أحب أنبه إخواتنا وحبايبنا وكل اللي بيسمعونا يخلوا بالهم جدا جدا جدا، لأن النهاردة في عاصفة ترابية ورملية ميكس كده غريب، وأمطار ورعد وقصة كبيرة، فهنشوف إيه اللي هيحصل. بس الأول نخلي بالنا من العيال الصغيرة ما تنزلش للشارع تلافيًا لأي أحداث أو أي مشكلة تحصل لهم، ربنا يسترها عليهم كلّهم يا رب. ولو هننزل ناخد بالنا نلبس الكمامات، ناخد بالنا نبعد عن الأعمدة، عن الشجر القديم، عن أي حاجة ممكن تسبب مشكلة أو ما شابه. طب العاصفة دي جاية لنا منين؟ جاية ليه؟ تساؤلات بتدور في أذهان ناس كتيرة. طب هي ليها علاقة بأوروبا؟ طبعًا كلنا عارفين، أو اللي مش عارف أديه هيعرف دلوقتي، إن الكهربا قطعت في أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا مرة واحدة. ناس عايشة في حياتها الطبيعية العادية جدًا، فجأة كده أكتر من 50 مليون شخص ودولتين ويعتبر ونُص كمان، اللي هي فرنسا، أسبانيا والبرتغال وجزء جنوب فرنسا، فجأة الكهربا قطعت. طبعًا الناس هتفتكر إن الكهربا قطعت يعني إيه، زي ما بتقطع شوية كده وتيجي والكلام ده. لأ، هي الكهربا قطعت عن كل مرافق الدول كلها، يعني لا في مترو شغال، ولا في طيران شغال، ولا في مكن ATM شغال، ولا في كهربا شغالة، ولا في شبكات تليفون شغالة. ما حدش عارف يتصل حتى بالتليفون يطمن على حد قريبه، ابنه، بنته، أخوه. آه، كل ده متوقف. قد إيه ساعة؟ نص ساعة؟ لا، هي قعدت يوم الاثنين، ويوم التلات ابتدت تدريجيا تشتغل متأخر، ولسه ما اشتغلتش بكامل قوتها. طيب ده دول أوروبا، دول عالم متقدم، دول من الدول المتقدمة اللي هي رقم واحد بقى، مش دول عالم تالت يعني والكلام ده. يحصل عندهم الكلام ده؟ حصل، مش افتراض، دي حقيقة وواقع. طب ايه السبب؟ المفروض هم اول ما يحصل كده على طول بقى التكنولوجيا وعارفين حصل ايه وما حصلش ايه وبتاع، هم نفسهم لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي حصل. طب ايه السبب؟ ما يعرفوش ايه السبب. آه، في اسباب منها الكوميدي طبعا. يعني بيقول لك ان محمد بيه معدي بالبوكس فلقى السلك في البحر، فقال لك مخالف خده، ف ودي على مخزن الحي، جم دفعوا المخالفه والتصالح ورجعوا لهم السلك فاشتغلوا شويه في شويه. ده تفسير مين؟ طبعا فئه. طيب في فئة تانية تقول لك إيه، هذا نصر من عند الله، والله أكبر، والكفرة والظلمة والكلام إيه اللي بيتقال ده. ده إيه تفسير ناس تانية. ويقول لك هجوم سيبراني بقى، والالينز والفضائيين وجم وعملوا وسووا والحاجات دي ناس تالتة. طبعا كل ده كلام إيه، إحنا بنضحك مع بعض وإيه بنقول المعلومة يعني في حتة فكاهة كده، عشان إيه ما يبقاش الفيديو كله جد. طيب هل في تحليل للحاجات دي؟ أكيد في تحليلات، وكل واحد بيحلل من وجهة نظره، لكن إحنا لما نمشي على مبادئ البحث العلمي ومنهج علمي وندور صح، هيبقى في أكتر من فرضية موجودة. في فرضية بتقول إن دي ظاهرة طبيعية، بدليل إن الموضوع ده حصل هناك. هم نفسهم يعني شركة الكهرباء الإسبانية بتقول إيه، هم بتقول الشبكة سليمة بس إحنا مش عارفين العطل جاي منين. رئيس الوزراء طلع قال إن هنعمل تحقيقات وهنشوف المشكلة دي جاية منين، يعني لسه مش عارفين جاية منين. وفي البرتغال هكذا، في شركات بتطلع المشغلة بتقول إن إحنا مش عارفين العطل ده منين.
ومش عارفين يصلحوه ازاي لسه، وان ده عطل اول مره يقابلهم. هل في ظاهره طبيعيه حصلت في الجزء ده؟ وارد. هل في الحاجات بقى اللي هي ايه، تحركات الشمس والعاصفه الشمسيه والمجال المغناطيسي والكلام ده كله اللي في ناس كتير بتتكلم فيه، يكون حصل حاجة زي كده هناك فأثرت على سلوك الكهرباء ونقل التيار والحاجات دي؟ وارد، خصوصا لما نربطها بالعاصفة اللي جاية من الحتة دي. ما هي دلوقتي فوق كده اللي حصل فيها الموضوع ده اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، ماشي على البحر المتوسط وماشي من الصحراء الغربية، فالعاصفة جاية لنا من الناحية دي. وارد يكون حصل حاجات طبيعية في المنطقة دي وأثرت وده امتدادها، احتمال. وارد إن يكون في حاجة فعلا هجوم سيبراني أو هجوم إلكتروني أو هجوم من نوع، يعني نوع من الأنواع دي وأثر عليهم، احتمال. مخطط إرهابي بقى والحاجات اللي بيقولوها دي والكلام ده، محدش عارف إيه الحقيقة. لكن لما ندرس الموضوع وناخده بالتفصيل كده، اولا احنا يجب علينا ان احنا ما نخافش من اللي جاي، لان كل اللي هيحصل مشيئة ربنا وإرادة ربنا، وهي خير لأهل الخير وشر لأهل الشر. فدي نركنها على جنب، ما يبقاش عندنا قلق وهلع وخوف من القادم إن شاء الله القادم خير. نربطها ببقية الأحداث اللي دايرة في العالم. الهند وباكستان بيتخانقوا دلوقتي، وهيبقى فيه حروب على المية بعد كده بينهم، لأن الهند ألغت كل المعاهدات اللي بينها وبين باكستان بناء على حادثة حصلت، وقالت احنا مفيش معاهدات في المية بيننا خلاص، وهيبنوا سدود وبتاع لحرب المية اللي كتير خبراء استراتيجيين أو محللين حذروا منها من فترة، إن هي الحروب القادمة هي حروب موارد. موارد إيه بقى؟ كتيرة قوي. هل ده اختبار مثلا برضو؟ دلوقتي احنا كل حياتنا على الكهرباء، معتمدين على الكهرباء في كل حاجة، في كل حاجة. يعني فكر كده حواليك، تليفون كهرباء، تواصل كهرباء، انترنت كهرباء، العربيات خلوها لنا كهرباء، اطارات، كل حاجة حرفيا معتمدة على الكهرباء. يعني بتكتب زر العالم وقف. هل دي تجربة مصغرة للي هيحصل بعدين؟ فالموضوع كبير قوي مش صغير، محتاج حلقات كتيرة قوي ناخد كل حاجة تفصيلة صغيرة ونتكلم فيها. هل ده اللي بيحصل ده ليه علاقة بالماضي؟ ليه علاقة بالماضي، وعلاقة وثيقة جدا لما ناخدها بعين البحث والاعتبار. هنلاقي ان كل اللي بيحصل ده هو مذكور في الحقبات التاريخية الماضية. وحصل عندنا في مصر قبل كده؟ حصل في مصر قبل كده، في مصر القديمة. حصل في أزمنة مختلفة. حصل. هل العالم بيتغير كل 10,000 12,000 سنة؟ بيتغير. ايه ده احنا بقالنا 5,000 سنة بس. كدبة من الأكاذيب الكتيرة قوي اللي ترددت كتيرة قبل كده واحنا بنصدقها. طب ايه الصح؟ هنعرف مع بعض حلقة في الحلقات الجاية ايه الصح، ونشغل عقلنا، لأن ربنا بيطلب مننا نتدبر ونعقل ونفكر وما ناخدش أي حاجة تتقال لنا إنها ثوابت وهو ده الصح. لا، احنا عندنا مخنا وربنا خلق لنا مخ وبينور بصيرتنا وبيفتحها علينا لما نفكر وندرس ونتدبر ونعقل. وفي الآخر برضو هو خير لأهل الخير وشر لأهل الشر، وخلي السعادة عادة.